احذري عقاب ربنا اللي بيجي وانتي مش واخدة بالك منه. عارفة لما تحسي ان في حاجة غلط في حياتك، انك دايما مش مرتاحة، مش مبسوطة، الدنيا ماشية بس في حاجة ناقصة وحاجة كبيرة مأثرة عليكي. حاسة انك تايهة، حاسة ان كل ما تحاولي تقربي من ربنا في حاجة بتشدك وتبعدك بعيد. ممكن يكون ده عقاب من ربنا. طب ايه هو العقاب اللي بيجي من ربنا من غير ما ناخد بالنا منه او مش بنحس بيه؟ العقاب مش دايما بيجي على هيئة مصيبة. في ناس ربنا بيعاقبها بضياع البركة من حياتها. دايما تلاقي ناس بتشتكي وتقولك انا مفيش بركة في حياتي، مفيش بقى بركة في مالها ولا في وقتها ولا في ولادها، مفيش بركة في اي حاجة في حياتها خالص. البركة تكاد تكون منزوعة من حياتها. أو ممكن مثلا ربنا يبتلينا بقلب ميت، قلبي يكون جامد جاف، ما فيهوش أي مشاعر، ما فيهوش أي إحساس ولا حنان، جامد فيه جمود. أو ممكن مثلا ما انتش لاقي الراحة ضايعة منك بكل شكل، يعني بتحاول تدور عليها مش لاقيها رغم ان انت تمتلك كل شيء يعني كل شيء من شأنه يوفر لك الراحة هو موجود، بس انت مش حاسس بالراحة، الراحة ضايعة من حياتك. او ممكن يجي العقاب ده في دعوة ما تتقبلش، او في سجدة ما انتش عارف تبكي فيها لربنا وتخرج اللي جواك وترتاح. وفي ناس بتصلي وتصوم بس برضو حاسة ان في حاجز كبير بينها وبين ربنا. تلاقي دايما الناس بتشتكي وتقولك كنت بصلي بس مش حاسة بحاجة، كنت بقرأ قرآن بس ولا كلمة بتأثر فيا، كان عندي كل حاجة، صحاب، شغل، شهرة، فلوس، بس دايما في حزن، في فراغ، في حاجة مش مفهومة. الناس دي بتبقى عايشة في ذنوب كتير، بتضحك وعايشة وشايفة ان مفيش حاجة بتحصل، لكن الحقيقة كانت انها بتتحرم من الطمأنينة، من حب ربنا، من السكينة اللي بتسكن القلوب، من الراحة اللي هي بتدور عليها. وده كان أقسى عقاب من ربنا، غير محسوس، لكن هو نزع كل الراحة اللي احنا بندور عليها في حياتنا. طب ازاي العقاب بيجي واحنا مش دريانين او مش حاسين بيه؟ لما تلاقي نفسك مش قادر تفرح بأي حاجة موجودة معاك، لما تبعد عن الصحبة الصالحة فجأة اللي هي أصلا بتقربك من طريق ربنا، يعني بتقربك من الراحة ومن السكينة ومن الطمأنينة، لما تبطل تستمتع بالطاعة، لما تحس ان دعواتك كلها واقفة مفيش ولا دعوة بتتقبل، كل دي علامات بتقولك ان في حاجة غلط، في ذنب كبير وفي عقاب نازل بس شكله مش واضح. اسمعي كده معايا الآية دي، شوفي ربنا بيقول ايه: فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. وآية تانية ربنا بيقول فيها: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والآية كمان ربنا بيقول فيها: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن هنا بقى على طول ندور على أسباب العقاب الخفي. ايه أسباب العقاب اللي احنا بنتعرض له ده واحنا مش دريانين؟ أسبابه بقى هو ممكن يكون ذنب احنا بنعمله ومش شايفينه انه حاجة كبيرة. زي ايه مثلا؟ زي الغيبة، الظلم، النظر المحرم إلى ما حرم الله. قلبي يكون اتعود على المعصية فخلاص ما بقى بارد ومش قادرة ان انا افرق ما بين الصح والغلط، الحلال والحرام، وده اخطر من النار. نسيان التوبة، ان انا واجل ودايما اجل، بعدين هتوب، ده ربنا غفور رحيم، بس مين قالك ان انت هتعيش لحد بعدين؟ ومن هنا بسأل نفسي سؤال، أقول هل ممكن ربنا يرجع يرضى؟ أيوة ربنا بيحب التوابين، بس محتاج خطوة، خطوة واحدة بس.
ممكن تكون سجدة من قلبك، دمعة طالعة من وجع، دعوة بتقول فيها يا رب رجعني ليك قبل فوات الأوان. طب ايه اللي ممكن اعمله كمان علشان اقدر انقذ نفسي من العقاب اللي بيبقى من النوع ده؟ اول حاجة تصلي حتى لو قلبك مش حاضر، الاستمرار ده في الطاعة هيفتح لك باب التوبة. رقم 2، كل يوم افتح صفحة من القرآن حتى لو آية. رقم 3، دايما اسأل نفسك ايه الذنب اللي ممكن يكون السبب. رقم 4، خليك وسط ناس بتقربك من ربنا، الصحبة الصالحة يعني. رقم 5، اخلص في نيتك وادعي دايما من قلبك. يعني ايه الخلاصة؟ انك تستمر دايما في الطاعات حتى لو انت مش حاسس بيها. الاستمرار ده هيخلي ربنا يحس ان انت مقبل عليه، ملتزم حتى لو انت مش قادر تحس، وان دعائك ده لربنا دايما انه يقربك ليه. ربنا هيقربك ليه، ربنا مش محتاج منك غير انه يشوف منك الاقبال على الطاعة. خلي بالك ان اصعب حاجة في الدنيا ان ربنا يغضب عليكي وانت مش حاسة وفاكرة انك كويسة وقريبة من ربنا. اصعب من النار انك تتحرمي من السكينة، واصعب من المرض انك تموتي وانت عايشة. ده العقاب اللي ما بتحسهوش. ربنا ممكن يسلب منك اعظم نعمة وهي القلوب الحية، فالحقي قلبك قبل ما يموت، ورجعي لسانك يذكر وعينك تدمع، ورجعي روحك لسجدة فيها دمع التوبة لربنا. وصدقيني لو رجعت لربنا ربنا هيرجع لك أضعاف، لأن ربنا قال إن الله يحب التوابين. اوعي تكوني أبدا من اللي ربنا قال عليهم في آية 104 في سورة الكهف. ربنا بيقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففوقي وركزي في حياتك، شوفي ايه الذنوب اللي استحقيتي عليها النوع ده من العقاب، ولو معرفتيش ايه هي الذنوب اللي بتبعدك عن ربنا واللي استحقيتي عليها هذا النوع من العقاب، اطلبي من ربنا انه يوضح لك ويفهمك، وان شاء الله ربنا هيبين لك. توبي ودايما ادعي ربنا وقولي يا رب رجع قلبي ليك، رجعه زي ما كان زمان، رجعه لسجدة يفرح بالقرآن ويتهز لما يسمع اسمك. يا رب افتح لي باب الرجوع، لو باب واحد اتقفل في وشي افتح لي بابك انت، بابك اللي ما يتقفلش في وش حد. يا رب صفي قلبي من الذنوب ومن الغفلة ومن كل حاجة بتبعدني عنك. يا رب ما تحرمنيش من حلاوة قربك حتى لو مش حاسة دلوقتي، ارزقني الإحساس وخد بإيدي ليك. اللهم اهد قلبي واستعملني في طاعتك، واكتب لي نصيب في كل عمل صالح خالص لوجهك الكريم. يا رب لو في ذنب بيحرمني منك فسامحني عليه، وإن كان قلبي اتحجر فأذيب قسوته برحمتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا الآخرة آخر همي، ولا تجعلني من الغافلين. يا رب رجعني ليك من غير ألم، من غير كسرة، من غير وجع. رجعني بقلب ندمان مش مكسور. يا رب علق قلبي بالمساجد وبالقرآن وبالخير، واصرف عني أهل السوء وكل طريق بيبعدني عنك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل الأدعية دي إن شاء الله هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. ولو الفيديو ده لمس قلبك شاركيه مع أي حد بتحبيه يمكن يكون محتاجه، واكتبي في الكومنتات يا رب رجع قلبي ليه. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.